حقك تعمل اكتر من كده يا معلم. هو انت عملت حاجه؟ ده اللي انت عملته ده شويه. ايه يعني لما تمسح لاعبا في النادي الاهلي من على الانستا بتاعك؟ عادي يا صاحبي. ما انت لقيت اداره هايفه تضحك عليها. اداره راحت جابت لعيب كبير في السن، لعيب ما بيلعبش مع فريقه وقاعد دك، لعيب ما قدمش ربع اللي قدمه مع نادي الزمالك، لعيب من ساعه ما مشي من نادي الزمالك ما حدش يعرف عنه اي حاجه ولا كنا بنسمع عنه في طبق اليوم. اداره النادي الاهلي راحت جابتك ولمعتك ورجعتك نجم من تاني. ده ومش بس كده، عملت لك عقد ما تحلمش بيه. لقيت اداره هايفه تضحك عليها، راحت عملت لك عقد ما تحلمش بيه. ليه؟ عشان تجيبك النادي الاهلي وتكيد الزمالك والزملكاويه. ده ومش بس كده يا صاحبي، راحت عملت لك فيديو تقديم للصفقه عشان تجيب بمين؟ الزمالك والزملكاويه. فحقك تعمل اكتر من كده، حقك تركبهم انهم عملوك نجم من مفيش. حقك تعمل اكتر من كده لانك شفت لاعب ما سافرش مع الفريق بتاعه وتعاقب لمدة اسبوعين وكمان اتوقع عليه غرامة مالية، وبعد ما رجع من الايقاف لعب عادي زيه زي اي حد. ده ومش بس كده، تحس ان هو بيلعب وهو بيجب علينا، ما جابش ربع مستواه اللي هو امام عاشور. عادي يا صاحبي تشوف واحد غلط وبعد ما غلط رجع بقى نجم الفريق عادي. فحقك تعمل اكتر من كده وزيادة، لان احنا عندنا ادارة هايفة، ادارة ممكن تديها بالجزمة وعادي. هو من امن العقاب اساء الادب. شايف اداره هايفه وممكن تديها بالجزمه وبعد كده هتصالحك وهترجعك تلعب من تاني. ده ومش بس كده، علشان تعرف ان انت لاعب مالكش اي 30 لازمه وما تفرقش معانا. والله لو مشيت من النادي الاهلي ما هنزعل عليك، لو مشيت من النادي الاهلي هنقول لك في 60 داهيه الباب اللي يودي، لانك لاعب ني، لاعب طري، لاعب بيلعب بالشوكه والسكينه، ما بتعرفش تدافع حتى يا جدع، لاعب ما عندوش اخلاص للفريق اللي بيلعب ليه، لاعب مش فارق معاه الجمهور. بعد ما خسرنا في اهم بطوله بالنسبه للنادي وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي وهو السبب ان يدخل فينا الهدف الثاني، رايح عادي بكل برود، رايح يغير التيشيرت بتاعه مع لاعب الترجي ومش فارق معاه جمهور النادي الاهلي ولا فارق معاه ان احنا خسرنا وطلعنا من دوري ابطال افريقيا. لاعب جاي يلعب عشان الفلوس، ما هو لاعب جاي عشان خاطر يكيد فريق بعينه، فمش فارق معايا يلعب ولا ما يلعبش. انا جيت عملت اللي هم عايزينه، ان كده نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، فالعب ليه؟ كده كده انا باخد فلوسي، كده كده لعبت ما لعبتش باخد فلوسي، فمش فارق معايا. فايه يعني لما يشيل لاعبا في النادي الاهلي من على نست؟ هو كده عمل حاجه؟ هو انتوا لسه شفت حاجه؟ ده اللعيبه بكره تطرطر عليكم وانتوا مش هتقدروا تتكلموا. عارفين ليه؟ عشان انت اديت اللعيبه دي اكتر من حجمها. لعيبه جايه تلعب من اجل الفلوس، مش جايه تلعب محبه في النادي الاهلي. فلسه النادي الاهلي هيتدهور اكتر واكتر عشان عندنا اداره خايبه. بس كده، يلا سلام.